لو فكرت في البحر دلوقتي يمكن تتخيل دلافين وقروش وشعاب مرجانية، بس لو كنت عايش من 100 مليون سنة وواقف على شاطئ بحر طباشيري ما كنتش هتشوف مجرد شوية موج ورمل، كنت هتشوف كوكب تاني، بحر دافي واسع ومليان حياة بأشكال ما تتخيلهاش. بحر وقتها كان مليان وحوش، من الآخر كان شكل الحياة تحت المية مخيف وجميل في نفس الوقت. في فترة الطباشيري حوالي من 145 ل 66 مليون سنة فاتوا كانت الأرض بتعيش واحدة من أتفه فتراتها، والبحر كان هو البطل الأول. بسبب تفكك بنجية، توسع المحيط الأطلنطي، زادت المساحات المائية وارتفع منسوب البحر، وده خلى البحار الضحلة تغطي مساحات شاسعة من القارات. يعني ببساطة الدنيا كانت مبلولة، والمية الدافية عملت بيئة مثالية لانفجار بيولوجي حقيقي. الشعاب المرجانية اتوسعت وانتشرت وخلقت بيئات كاملة مليانة حياة، وهنا ناخد بالنا إن الكائنات اللي بتبني الشعاب المرجانية في الطباشيري مختلفة عن اللي كانت موجودة قبل، وإن الشعاب دي خلقت بيئات مصغرة ميني إيكو سيستم فيها آلاف الكائنات الحية. الأسماك بدأت تسيطر على البحر. أولاً الأسماك شعاعية الزعانف الأكتينوبترجينز بدأت تسيطر على البيئات البحرية، وكانت زعانفها متطورة وقدرتها على الحركة عالية جدا. ثانيا القرش، كان في منه أنواع بدائية زي الكريتوكس رينا، وده قرش ضخم بيوصل طوله ل7 متر ولقبوه بتيركس البحر. ثالثا الأسماك العظمية الحديثة بدأت تظهر تدريجيا، وكانت بداية سلالات كتير من الأسماك اللي نعرفها النهارده.